السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم مزيانه. اليوم البنات غادي نشارك معكم واحد الكيك كيجي اسفنجي وزوين بزاف. اول حاجه البنات غادي نبدا بها هي السكر ديال الفانيلا خنيشه مع 3 ديال البيضات البنات بحراره المطبخ. وغادي نضيف هنا البنات كاس ديال السنيده مع كاس ديال الحليب وكاس الا ربع ديال الزيت. هنايا غادي نضيف شويه ديال الملح لتعديل الذوق. وهنايا عندي 2 معالق كبار ديال الياغورت حيت حنا عندنا البنات كبير ماشي عندنا دوك الكيسان صغار. هنا البنات غادي نضيف الكاكاو المر 2 معالق. وغادي نضيف الزيت كاس إلا ربع. وغادي نخلط كاع المكونات مزيان في الخلاط. الصراحة هاد الخلاط البنات كيسهل عليكم المأمورية، كيخلي الكيك كيجي اسفنجي وكيجي خفيف. غادي نخلط مزيان هكا. من بعد غادي نخويها البنات هنايا في البول وغادي نخلط المكونات كاملين هنايا بهاد الطريقة هادي. آآ هنا البنات غادي نضيف غنعاود نضيف الكاكاو المُر البنات حيتاش الكاكاو هذا شفتو كيفاش داير. غادي نضيف دابا البنات الكاكاو المُر. حيتاش جاني اللون ديالو البنات شوفوا كيفاش داير. هاد الكاكاو يلاه خديته الصراحة، جرّبته هنايا في هاد الكيك هذا الساعة ما عجبنيش رغم من أنه نفس الemballage ديال الآخر اللي كان عندي. جاب الله كان عندي هذا، كان عندي الكاكاو الآخر مازال فيه شي 4 ديال المعالق هكاك. أنا قلت نبدا بالجديد وماشي مشكل نخلي هذاك حتى نديرو هكا في شي صوص ولا شي حاجة. ولكن هاني زدت دابا البنات وغادي نحاول نخلّط مزيان. حيت راكم عارفين الكاكاو ملي كتديروه هكاك ما كيبيش يتخلّط، يعني هو ملي كيكون في الخلاط كيكون حسن كيتخلّط دغيا. وهنا صافي غادي نبدا نضيف هنا البنات الطحين. ها هو الكاكاو كنوريكم شفتو هذا كيفاش داير، اللون ديالو باهت، شوفوا هذا كيفاش غامق. ما عرفتش ما رديتش البال في الدرجات ولا ما عرفتش، المهم غادي نضيف البنات هنا دابا الدقيق. وغادي نضيف هكا لي ساشي ديال الخميرة الكيماوية بهاد الطريقة هادي. البنات ساشيات ديال الخميرة، المهم من فئة 14 غرام، يعني 7 غرام 7 غرام. والخليط ديال الكيكة البنات كيف ما كتعرفوا ما يكون لا ثقيل لا خفيف. كتجربوا هكا تكتبوا شي رقم كيبقى شوية مكتوب يعني راه صافي مزيان. هنا المول ديالي دهنة بالزبدة البنات وهذا وشوية ديال الطحين. دابا غادي نفرغ الخليط ديالي هكا في المول ديال الكيك وغادي ندخلو الفران اللي مشعلاه من قبل، حيت انا الفران عندنا هنايا البنات فران كبير وكياخد وقت باش يسخن. وصافي هنايا غادي نفرغ كاع الخليط ديالي وسمحوا لي البنات على الضجيج. آآ بهاد الطريقة هادي غادي نضيف حبيبات الشوكولا. تقدروا البنات تزينوا بأي حاجة بغيتو. البنات هنايا راني كنت صايبت الصوص ديال الشوكولا، مي ما تصورش معايا. غادي نقول لكم دابا البنات ماشي ما تصورش، صورته ولكن لحتو في الفيديو تسيبريما ليا تحيد ما عرفتش كيفاش، المهم وما لقيتوش عندي حتى في لي غالوري. غادي نقول لكم البنات شنو درت فيه. هنايا هنا غندير حبيبات الشوكولا البنات وغادي ندخلو. قلت لكم البنات درت فيه نص كاس ديال السنيدة ونص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب و2 معالق كبارين ديال الكاكاو المر. وخلطتهم البنات في الخلاط الكهربائي حتى ولاو بحال شكل صوص. راه هي اللي غنوريكم دابا، هي اللي غنزين بها البنات الفيديو. هنا البنات من بعد ما خرجات الكيكه شوفوا كيفاش كتخرج يا سلام، كتخرج زوينه بزاف. حتى لشي مره هكا البنات ونعاود نشارك معكم الصوص هكا باش تشوفوا، حيتش ما عرفتش علاش تسيبريما ليا. ها نتوما شوفوا الصوص كيفاش كتجي، شفتوه. انا غنكتب لكم المقادير ديالها في صندوق الوصف البنات بالديتاي ديال الكيك وديال هكا ديال الصوص ديال الشوكولا. راني شاط ليا شويه، احتفظت به هكا فواحد القريعه اللي من بعد ما عقمتها درتها في الثلاجه هكا نزين بها ديك خيب ولا اي حاجه هكا كيك ولا بان كيك ولا اللي كان. المهم البنات شوفوا كيفاش كتجي الكيك ديالي، كيجي خطير الصراحه، كيجي اسفنجي وزوين. هنا راه باقا البنات سخونه، راني كنخوي عليها صوص الشوكولا وكتذوب ليا. وغادي نزين هناك البنات بالبيستاج
وكنقول لكم بالصحة والراحة، وإلا وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش من كومونتير زوين ومن جيم والبارطاج البنات فضلا وليس أمرا، وتهلاو في روسكم للفيديو الجاي إن شاء الله.